بعد وفاة الأب البيت الكبير صامت، الضحكة اختفت والسفرة اللي كانت بتجمعهم بقت فاضية. كريم، سامح ومنى، 3 إخوات لأول مرة يقعدوا قدام بعض من غير أبوهم في النص. أبوهم كان دايماً بيقول خليكوا سند لبعض، الدنيا ما بتدومش. لكن أول اختبار ليهم كان أصعب مما تخيلوا. المحامي فتح الظرف والقلوب دقت بسرعة. البيت هيتباع ويتقسم، الأرض الزراعية لسامح، المحل القديم لكريم، ومبلغ مالي كبير باسم منى. ثواني صمت وبعدها الشرارة اشتعلت. كريم بص لأخوه وقال بغضب يعني الأرض كلها ليك؟ سامح رد بسرعة وأنا اللي كنت شغال فيها مع أبويا سنين. منى حاولت تهديهم لكن الغضب كان أسرع من العقل. الغريب إن المشكلة ما كانتش في التقسيمة، المشكلة كانت في اللي جوه القلوب. كل واحد حس إن التاني أخد أكتر، وكل واحد افتكر مواقف قديمة وفسرها غلط. المكالمات قلت، الزيارات وقفت، والبيت اللي كان أمان بقى ساحة اتهامات. وفي لحظة غضب كريم رفع قضية عشان يعيد تقسيم الأرض، وهنا العلاقة اتكسرت رسمياً. لكن أثناء القضية المحامي طلع رسالة قديمة بخط الأب، رسالة محدش كان يعرف عنها حاجة. رسالة يا رب يدخل الجنة كل من يدعى إعجاب واشتراك ويستغفر الله في التعليقات. محدش كان يعرف عنها حاجة. الرسالة بتقول: ولادي، أنا قسمت مش عشان أفضل حد عن حد، أنا قسمت حسب احتياج كل واحد. الأرض لسامح عشان ده مصدر رزقه، المحل الكريم عشان يبدأ من جديد، والفلوس لمنى عشان تبقى مطمنة على مستقبلها. لو الفلوس فرقتكوا يبقى أنا تعبت غلط. السكوت رجع، بس المرة دي كان تقيل، مليان حجل. القضية اتسحبت وقرروا يبدأوا مشروع يجمعهم. في الأول كان في حماس، دعك، أمل إنهم يرجعوا زي زمان. لكن أول خسارة حصلت رجعت الشكوك، لوم، نظرات قاسية، كلام جارح. ولما المورد هرب بفلوس كبيرة الاتهامات انفجرت، لحد ما منى صرخت: انتوا بتتخانقوا على فلوس وأبويا كان بيتمنى تشوفوا بعض نعمة. الجملة نزلت عليهم زي الصدمة. وبعد أيام سامح عمل حادثة بسيطة. أول واحد وصله المستشفى كريم، من غير ما حد يطلب، من غير ما يفكر، وقف جنبه، مضى الورق، سهر لحد ما فاق. ولما سامح فتح عينه شاف أخوه ماسك إيده. في اللحظة دي الفلوس بقت ولا حاجة. منى دخلت وقالت بهدوء: الحياة أقصر من خلاف وأقصر من فلوس. المشروع اتقفل والخسارة اتقسمت بينهم، لكن المرة دي برضا. الأرض فضلت زي ما هي، المحل اشتغلوا فيه سوا، واتفقوا إن كل جمعة يتجمعوا مهما حصل. البيت الكبير اتباع، لكن العيلة ما اتباعتش. افتكر دايماً، الميراث مش بيكشف قيمة الفلوس، بيكشف قيمة الناس. الفلوس ممكن تتعوض، الأرض ممكن تتباع، لكن الأخ لو راح بسبب الطمع ممكن ما يرجعش أبداً. لو اتحطيت في نفس الموقف هتختار الفلوس ولا هتختار الدم؟ وفي وقت لاحق قرروا يعملوا يوم العيلة، كل واحد يجيب ذكرى عن أبوهم. ضحكوا وبكوا وشاركوا حكايات الطفولة واللعب مع بعض. حتى الخلافات القديمة بدأت تتحلل. سامح قرر يعطي جزء من الأرض لمشروع صغير لمنى. كريم ساعده. كل واحد حس بفرحة حقيقية لما شاف أخوه سعيد. البيت اللي كان مليان صمت رجع يضحك، وفي كل جمعة صار عندهم موعد ثابت: الضحكة، الحوار، الأمان. والميراث بقى مجرد ذكرى. الدرس اللي اتعلموه: الفلوس ممكن تروح، الأرض ممكن تتباع، لكن